السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة فيديو مهم جدا 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 جدا. بما ان احنا خلاص دخلنا في مرحلة الدروس والتجهيزات للدراسة والمذاكرة، يبقى لازم كل ام تشوف الفيديو ده، لانه باختصار مفيش ولا مدرس ولا مدرسة ولا اخصائي ولا اي حد في الدنيا او على السوشيال ميديا هيقولك الكلام اللي انا هقوله لك دوت علشان تعدي فترة الدراسة مع ابنك بخير وبسلامة ومن غير اي تطورات مش حلوه، او ضغطك يعلى او سكرك يعلى. فلو انت ما تعرفينيش، انا اخصائيه التخاطب والتربيه الخاصه دنيا وائل. هقولك النهارده ازاي تخلي ابنك يركز في المذاكره ويحفظ كل الحاجات والواجبات اللي عليه بدون ما يطلع عينك ويعلي ضغطك. تابعيني في الفيديو عشان تعرفي الحاجات المهمه اللي هقولك عليها عشان ابنك يركز معاكي. ولو انت اول مره بتشوفيني، عايزاكي تشتركي في القناه علشان خاطر يوصلك مني كل جديد. اتفقنا؟ 6 حاجات لو عملتيهم ابنك هيركز وهيحفظ والمذاكره هتعدي كويسه قوي زي الفل، ومرحله الدراسه هتبقى حلوه. ورقه وقلم بقى كده يا ست الكل وتعالي اكتبي معايا. اول حاجه هي توفير بيئه مناسبه للطفل. يعني ايه يا دنيا اوفر بيئه مناسبه للطفل؟ اول حاجه بيئه هاديه بعيد عن التلفزيون والموبايل واي دوشه حوالين منه والهرجله بتاعت اخواته. تاني حاجه مكتب او ترابيزه مذاكره يكتب عليها عشان يبقى قاعد كويس كده ومستريح وظهره مفرود، وفي نفس الوقت ما يبقاش على السرير اللي بيؤدي الى النوم. تمام؟ تالت حاجه بقى في البيئه المناسبه ديت هي الاضاءه الكويسه، ولا اضاءه ضعيفه تخلي الواد عينيه توجعه، ولا اضاءه قويه قوي تزغلل عينيه وتخليه مش مركز معاكي. تمام كده؟ يبقى احنا كده خلصنا الخطوه الاولانيه. تاني خطوة بقى يا حبيبة قلبي وهي ان انت تنظمي له الوقت بتاعه. اول حاجة لازم تخصصي وقت معين في اليوم للمذاكرة، علشان خاطر التنظيم ده مهم جدا، هو اللي هيخليه يركز ويبقى عارف هو هيعمل ايه في الوقت دوت. تاني حاجة ان انتي تنظمي له الوقت بتاعه بتاع المذاكرة، يعني 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق لعب، علشان الطفل ما يفصلش منك وتبدأ دماغه تقفل والتنشن. طيب تالت حاجة ودي الأهم هي ان احنا تبدأي بالأسهل الأول وبعد كده تبدأي بالصعب، علشان خاطر تقللي التوتر ويتشجع ويبقى عارف ان هو هيقدر يحل ونفسيته تبقى أحسن. وبكده نبقى خلصنا النقطة التانية. تالت حاجة بقى ودي مهمة جدا، قللي المشتتات، يعني الموبايل يبقى بعيد عنه، ولو كبير كفاية خليه يعمله وضع طيران، واهم حاجة ان هو يبقى بيذاكر بعيد عن التلفزيون او دوشة اخواته الصغيرين. بس كده ادي تالت حاجة. رابع حاجة بقى ودي تخصك انت يا ماما ومهمة جدا جدا لمعظم الامهات اللي عندنا، خليكي ايجابية معاه، اتكلمي معاه حلو وشجعيه حتى لو انجز حاجة بسيطة. بعد ما يخلص مذاكرته ويخلص الواجبات بتاعته او الحفظ اللي عنده، كافئيه بحاجة بسيطة، ومش لازم تكون الحاجة دي مادية. طول الوقت حسسيه ان انت جنبه ومعاه وان هو يقدر ينجز المهام بتاعته دي عشان ياخد ثقة في نفسه ويحس ان هو فعلا يقدر، وما يستصعبش المنهج وما يستصعبش الحفظ اللي قدامه ولا الحاجات اللي بياخدها. دي كده رابع حاجة. نيجي بقى للنقطة الخامسة وهي اللي قبل الأخيرة، اهتمي كويس جدا بنومه وبأكله. يعني لازم يكون نايم وقت كافي، مش أقل من 8 أو 10 ساعات على حسب سنه. الأكل بتاعه قللي الحاجات اللي فيها سكر كتير أو سكريات كتير قبل المذاكرة، مش أقل من ساعتين. تمام؟ تالت حاجة اهتمي بالأكل بتاعه يكون فيه خضار، فاكهة، سمك، مكسرات، بيض، لبن، الحاجات اللي فيها اوميجا 3 واللي بتنشط المخ وتخليه دايما مركز. وعلى فكرة الحاجات دي برضو بتساعد على التركيز وبتقلل من نسبة الحركة والتشتت عند الأطفال، سواء كان من عمر السنة لحد 18 سنة ونسبة وسن المراهقة. الحاجات دي كلها مهمة جدا 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 في المرحلة اللي فيها الأطفال في الوقت ده، خصوصا الولاد اللي بيمسكوا موبايل وبيقعدوا قدام تلفزيون فترة الأجازة، لأنها بتساعدهم على عدم التركيز كتير قوي. الحاجة السادسة بقى ودي آخر نقطة وأهمهم، هي إنه خليه دايما يشرح لك اللي هو فاهمه من الدرس ويعبر عن الحاجات اللي هو فاهمها كأنك انت التلميذة. بالشكل دوت المعلومات بتتحفر في دماغه ما بينساهاش،
وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب اكون قدرت افيدك. وما تنسيش تفعلي الاشتراك والجرس عشان يوصلك كل الحاجات الجديده بتاعتنا في فتره المذاكره مع ابنك. كانت معاكم اخصائيه التخاطب والتربيه الخاصه دنيا وائل.